مستحيل أكمل خياطة. الكل قال لي كده، خلاص مش هتخيطي تاني، وده مش نهاية العالم، والماكينة ما بقتش ليكي، والكلام كتير بجد كان نهاية العالم بالنسبة لي، علشان ده نهاية حلمي الخياطة. أهلا بيكم، أنا وداد أو دودي بوريس، ودي قناتي لو أول مرة تشوفوني. من أنا وصغيرة كنت دايما بحب الإبرة والخيط، كنت أقعد جنب بابا رحمة الله عليه وهو بيخيط ويطلع موديلات رائعة، كل موديل أجمل من التاني. بالرغم هو ما كانش ترزي أو خياط، ولكنه كان عاشق للخياطة فعلا، موهبة رباني. كان هاوي وأستاذ في الخياطة كمان. كنت بحلم إني أفصل لبسي لنفسي وبإيدي، شجعني إني أفصل لعروستي، وكانت بحجم بيبي طفل صغير، وبدأ يشوف فيا موهبة جديدة وامتداد ليه. وكنت بحلم إني أفصل للناس وألبسها حاجات من شغل إيدي. كل حاجة في الحياة بتبدأ بحلم صغير، حلم كنت بشوفه في خيالي لما أمسك أي قطعة قماش. يمكن ما كنتش وقتها أعرف إن الإبرة والخيط هيكونوا بداية مشواري اللي علمني الصبر والإبداع والحب في كل تفصيلة صغيرة. النهاردة بعرض عليكم بعض من شغلي، من الموديلات اللي بحس إن كل غرزة فيها جزء من روحي ومن قصتي. بدأت بحاجات بسيطة جدا وصغيرة لنفسي أو لناس قريبة مني. كنت أتعلم من كل محاولة، وأحيانا أغلط، طبيعي، ما أنا بشر. بس عمري ما وقفت. كنت مؤمنة إن كل قطعة بخلصها حتى لو مش مثالية بتقربني خطوة من حلمي الجديد. كنت بسأل كتير وأدرس كتير، وحبيت السواريه بكل تفصيلاته، وبدأت أخد كورسات وأطور من نفسي، لأنه كل يوم في جديد. طبيعي الدنيا بتتطور. بدأت أجرب كتير وأتعلم على كل قماش جديد أشتغل عليه، ومع الوقت بدأت أفهم إن الخياطة مش مجرد مهنة. صدقوني، الخياطة فن وإحساس وصبر جميل بيطلع مع كل تصميم. المهم بدأت أشتغل على موديلات أكتر تنوع، منها والكاجوال البسيط اللي يناسب اليوم العادي، والسواريه الراقي للمناسبات. وكمان ما نسيتش حبايب الأطفال اللي كلهم براءة وفرحة، برغم صعوبة السواريه للأطفال، وكمان رضع لصغر حجم القطعة ودقة التفاصيل، ولازم يطلع بنفس الشكل ونفس الفينش اللي أنا حابة إنه يطلع عليه. اشتغلت كمان فورمال شيك للسيدات العاملات. بجد كل موديل كان ليه قصة وله فكرة وله زبونة سابت أثر جميل في قلبي. كل مرة كنت بحاول أعمل حاجة جديدة ومختلفة، وأثبت لنفسي قبل أي حاجة وأي حد إن الإبداع ملهوش حدود. لما بشوف الشغل بعد ما خلص بحس إن التعب كله كان يستاهل اللحظة دي، اللحظة اللي أشوف فيها الفستان أو الطقم زي ما كنت متخيلها بالظبط. كل قطعة أخذت وقت وسهر وتعب لحد ما طلعت بالصورة الحلوة اللي أنا شايفاها، حتى قبل ما تشوفوا زبونك أو تطلب مني أي تعديل. المهم أكون أنا راضية عن شغلي وعن كل تفصيلة فيه، حتى لو كانت صغيرة جدا. أكيد الطريق ما كانش دايما سهل، واجهت تحديات كتيرة. كنت دايما بحاول أحافظ على مواعيد التسليم، وده بيولد ثقة بيني وبين الزبونة، وكمان الالتزام باتفاقي معاها على كل تفصيلة في الموديل والفينش بتاعه. الزبونة مش بتشتري فستان لأ وألف لأ، هي بتشتري ثقة وذوق وإحساس. واتعلمت إن كل خياطة لازم تكون صبورة، لأن الجمال الحقيقي بياخد وقته. النهاردة لما ببص ورايا وبشوف قد إيه كنت بحارب وأتعب وأسهر علشان أكون نفسي، مش شبه حد تاني، لكن أشوف نفسي بطريقتي أنا وأنا بس. كل بنت بتحب الخياطة تعالي اسمعيني، أي حد بيحب الخياطة أو عنده حلم بسيط ما تخافش وما تخافيش، ابدأي حتى لو البداية صغيرة جدا. صدقيني الإبرة اللي في إيدك ممكن تفتح لك أبواب كتيرة. اشتغلي بحب وكوني دايما صادقة مع نفسك ومع شغلك. أهم حاجة إنك تكملي، لأن النجاح الحقيقي مش في أول موديل. اسمعيني واسمعيني كويس، النجاح في كل مرة تقعي وتقومي وتبقي أقوى من الأول. كلهم نصحوني وقالوا لي خلاص ولازم أسيب الخياطة بعد ما أصبت بجلطة في المخ أثرت على إيدي الشمال. الكل قال لي مستحيل تخيطي تاني ولا هتعرفي تتحكمي في المكنة. كانت نهاية العالم بالنسبة لي، ولكن اسمعوني للآخر. بيتكلموا عن حياة جديدة ما فيهاش حلمي وعشقي للخياطة.
حياة فيها استسلام بأمر واقع. كانت كل كلمة بتتقلي وكأنها أمر لا مفر منه، ولكن أنا معايا كنز اسمه أسرتي وأولادي وجوزي. للأمانة كانوا أكبر داعم ليا، وبدأت رحلة العلاج وثقتي في الدكتور بتاعي، وكلمة واحدة قالها لي: لو عايزة هتقدري. وفعلا قدرت، والحمد لله. رحلة 6 شهور من التعب والعلاج الطبيعي لحد ما رجعت أفضل من الأول، وبدأت التحدي مرة تاني. هكون أنا بكل ما فيا، شخصيتي وحلمي وحياتي وشغلي. أول تحدي كان خطوبة بنتي، وقالوا لي نشتري فستان جاهز. وقفت اللحظات كده، ولكن حلمي كان بيمر قدام عيني ومش عارفة هقدر ولا لا. وبدعم أسرتي قالوا لي هتقدري تعملي فستان. أول فرحة ليكي، أول فرحة ليا كانت فرحة بنتي وخطوبتها، وقد كان. عملت الفستان وطلع رائع، واستمر التحدي كمان وكمان. الخياطة بالنسبة لي مش بس شغل، دي حكاية وعشق وعمر مليان تعب وفرح وشغف وإصرار. كل قطعة صممتها كانت تجربة جديدة، وكل عميلة كانت سبب خطوة لقدام. بجد من كل قلبي بشكر كل حد دعمني، وكل حد آمن بيا ووقف جنبي وساندني. بجد شكرا ليكم من كل قلبي حبايبي. أتمنى إن الموديلات اللي شفتوها تكون مصدر إلهام ليكم وعزيمة وإصرار إنكم تبدأوا، وما تخافوش أبدا. وما تنسوش تقولوا لي في التعليقات أكتر موديل عجبكم إيه، ومين هتبدأ معايا التحدي وتبدأ تمسك حلمها في الخياطة. أنا معاكي وهرد على أي سؤال هتكتبيه. المهم ابدأي. منتظرة تعليقاتكم ولايك وشير لأي حد بيحب الخياطة وخايف يبدأ. وطبعا اشتركي في القناة وفعلي الجرس علشان يوصل لك كل جديد. شكرا ليكم ونورتوني.